القاضي كابريو مش ملاك ولا معجزة، هو قاضي عادي في محكمة محلية. لكن الإعلام أخذ اللقطات الصغيرة دي وزودها موسيقى دراما ومونتاج وحولها لبروباجندا عالمية عشان يحسن صورة أمريكا. المغزى الحقيقي مش في القاضي، المغزى في الكاميرا اللي بتكرر إيه اللي تشوفه وإيه اللي ما تشوفوش. اللي عايز أوصله في الآخر إن أمريكا مش هتضحك علينا بشوية فيديوهات متصورة بحرفنة وتسوق لنفسها على إنها دولة رحيمة وعادلة. الواقع بيقول العكس. الواقع بيقول إن أمريكا هي الدولة اللي قتلت ملايين الأبرياء في العراق وأفغانستان تحت شعار الحرب على الإرهاب. الدولة اللي استخدمت القنابل النووية في هيروشيما وناجازاكي وأبادت مدن كاملة. الدولة اللي بتساند الاحتلال الصهيوني بالسلاح والمال وبتقف ضد أي قرار ينصف الفلسطينيين. الدولة اللي بتنهب خيرات أفريقيا والشرق الأوسط تحت مسميات المساعدات والاستثمارات. الدولة اللي تاريخها مبني على إبادة الهنود الحمر وسرقة أرض مش أرضها. الدولة اللي الإعلام فيها بيجمل القبح، يخلي المجرم بطل ويخلي الضحية مجرم. الدولة اللي عندها أكبر نسبة سجون في العالم ومعظم المسجونين فقراء وسود. الدولة اللي بترفع شعار الحريات وهي نفسها أكبر سجان للعالم كله. وإذا اتكلمنا عن اللي أمريكا عملته في العالم هنتكلم فيها في مجلدات. دي أمريكا الحقيقية، مش اللي الإعلام بيحاول يبيعوه لك بفيديو قاضي بيبتسم ويقول لك روح يا ابني ربنا معاك. يكفينا وقفة مع محتل العالم كله عارف إنه محتل وشايف الفلسطينيين بيتم إبادتهم في العالم بدون أدنى درجات الرحمة، بل بأسوأ أنواع الإبادة المعلنة في العالم كله. وفي الآخر تصدر لنا الرحمة بشوية مونتاج.